وفي الأثناء دي بيكون ميونج منهار وخايف من اللي عمله في ثانوس لأنه قتله وهو بيدخل الحمام وبيقفل الباب عليه، وبنشوف وقتها كل اللاعبين بيتخانقوا مع بعض وبيضربوا بعض، وبتوصل بالبعض منهم الحالة لأنهم يقتلوا أي حد يشوفوه قدامهم. ووقتها الموظفين بيكونوا على باب الحمام ثابتين وما بيتحركوش وسايبين اللاعبين يموتوا بعض. وبعدها بنشوف اللاعبين اللي رافضين يكملوا اللعبة واللاعبين اللي مصممين إنهم يكملوا اللعبة، وهم في تحدي وصراع مع بعض. وشوية وكل فريق منهم بيقعد لوحده وكل واحد منهم بيفكر في خطة عشان فريقه يكسب بيها التصويت. ووقتها بيقترح سيونج انهم يحاربوا الموظفين وياخدوا اسلحتهم، فبيعرضوا 001 عشان شاف ان الموظفين عددهم اكبر وكمان هيكون معاهم اسلحه اكتر، فبيعرفوا سيونج ان دي فرصتهم الاخيره عشان يوقفوا بيها اللعبه وينهوها. ووقت النوم بنشوف مجموعه من اللاعبين وهم بينزلوا تحت السراير عشان يستخبوا من الفريق اللي موافق على استكمال اللعبه. وفي اللحظه دي بنشوف اللعيبه كلهم وهم في صراع عنيف مع بعض وبيقتلوا بعض بدون تفكير او تردد. وبنشوف سيونج وقتها هو مستخبي تحت سريره ومش بيتحرك وبيكون مستني ظهور الموظفين، لان موت عدد كبير من اللاعبين مش في مصلحتهم، لان مش هيكون في لعيبه تكمل اللعبه. وفعلا بعد شويه بيدخل الموظفين وبيخوفوا الكل باسلحتهم. وفي الاثناء دي بيمثل سيونج انه ميت عشان يهجم على الموظفين، وبيعمل زيه ديهو هو وجونج بي وبيقدروا ياخدوا اسلحه من الموظفين وبيهاجمون بيها. وده بيخلي المشرف يتجنن وبيطلب من الموظفين ينسحبوا ويقفلوا الابواب، لكن سيونج واللي معاه بيمسكوا البعض منهم وبيمنع سيونج واحد من اللي معاه انه يقتل الفريق اللي كان مصمم يكمل اللعبه، بالرغم من انهم قتلوا مجموعه كبيره من اللي رفضوا يكملوا اللعبه. وبيدمر سيونج واللي معاه الكاميرات كلها وبيقفوا يتكلموا مع كل اللاعبين، وبيقول لهم سيونج انهم لازم يهجموا على المسؤولين اللي بيتابعوهم من خلال الكاميرات. وبيتكلم جونج بي هو كمان وبيقول للكل انه خايف زيهم ولكن دي فرصتهم الوحيده للهروب، فبيتشجع اللاعبين واحد ورا التاني انهم ينضموا لسيونج. وبعدها بيخلي سيونج الموظفين اللي يمسكهم يخلعوا اقنعتهم ويظهروا هويتهم، وبياخد واحد منهم عشان يدلهم على المكان اللي فيه مسؤولين اللعبه، لكن فجاه بيهجم عليهم باقي الموظفين المسلحين وبيضربوا عليهم نار. وبيحذرهم المرشد من انهم يسمحوا للاعبين يقربوا من منطقه الاداره، لكن سيونج واللي معاه بيقدروا يهربوا منهم. وساعتها الموظف اللي مع سيونج بيوصلوا لطريق منطقه الاداره وبيعرفوا انه لازم يلبس القناع بتاعه عشان يقدر يتخطى النظام الامني. وفجاه بتيجي رصاصه في دماغ الموظف ده، فبيستخبى سيونج واللي معاه وبيضربوا نار هم كمان على الموظفين، وبياخد القناع من الموظف اللي اتقتل وبيهرب هو وجونج بي عشان يدوروا على منطقه الاداره بنفسهم. وبيفتحوا باب ورا التاني لكنهم مش بيلاقوا اي شيء، فبيلبس سيونج القناع قدام الكاميرا. وساعتها فجاه بيتفتح الباب اللي بيوصل لمنطقه الاداره، وفي نفس الوقت ده بيكون المشرف شايفهم من كاميرات المراقبه، فبيطلب من الموظفين انهم يمسكوهم. واول ما بيشوفوا الموظفين سيونج وجونج بي بيهجموا عليهم باسلحتهم، لكن سيونج بيكون شجاع جدا وبيقدر ياخد من الموظفين اللي ماتوا الاسلحه اللي كانت معاهم. وفي الاثناء دي بنشوف 001 وهو بيبص للكاميرا وبيوصل بعدها لمكان سيونج وجونج بي، وساعتها بيلاقي سيونج بيديله ذخيره عشان تكون معاه احتياطي. وفي الاثناء دي بيكون دي هو بيجمع الذخيره من جيوب الموظفين اللي ماتوا، لكنه بيحس ان صوت اطلاق النيران زاد اكتر، فبيخاف جدا وبيقرر يتراجع وينسحب وبيرمي اللاسلكي على الارض وما بيردش على باقي زمايله. وفي نفس الوقت ده اول ما بيبعد 001 عن سيونج بيقتل اللاعبين الاثنين اللي معاه، وبيكلم سيونج من اللاسلكي اللي معاه وبيقول له ان كده خلاص انتهى كل شيء. وبيسمعوا صوت اطلاق النار وهو بيقتل اللاعب اللي بيطلع في الروح قدامه، فبيصدم سيونج وقتها وبيكون مش فاهم ايه اللي بيحصل وبيفتكر ان الموظفين قتلوا 001 واللي معاه. ووقتها في السفينه صاحب الطياره الدرون بيشوف بارك وهو بيلعب فيها وبيشك فيه ساعتها، وده بيخلي بارك يطعنه ويرميه في البحر. وبيجي في نفس الوقت ده كيم وبيقول لبارك انه سمع صوت غريب، فبيكذب عليه بارك وبيقول انه سمع نفس الصوت وجي زيه يشوف مصدره وبيوهمه ان ده كان صوت الامواج. وبنشوف وقتها عدد كبير من اللاعبين اتصاب والوضع بقى سيء لدرجه ان واحد منهم بيقرر يقتل نفسه وينتحر، وساعتها بيبلغوا سيونج انهم هيستسلموا، لكن الموظفين بيقتلوهم في نفس اللحظه دي. وبيقرر سيونج وجونج بينهم يستسلموا هم كمان لانهم بقوا لوحدهم، وبيظهر القائد وهو لابس قناع اسود وبيقتل بمسدسه جونج بي قدام سيونج وهو بيقول له ان دي نتائج اخطائه. فبينهار وقتها سيونج عشان جونج بي وبيفضل يصرخ ويعيط بحرقه وغضب. وبينتهي المسلسل للاسف نهايه مفتوحه بتقول ان في جزء ثالث.